الحمد لله، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وترك الأمة على محجة بيضاء وطريق مستقيم لا يزيغ عنه إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ولذلك تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وتكبر عيناه وينتفش شعره، كل ذلك من الغضب الذي ألقاه الشيطان في قلبه حتى صار دمه يغلي. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا غضب فينبغي له أن يفعل الأسباب التي تمنع مقتضيات الغضب، فيتوضأ، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وإذا كان في مكان فلينصرف إلى غيره حتى يهدأ غضبه، كما جاءت بذلك السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الإقرارية. وإن من المؤسف أن من الناس من إذا غضب أدنى غضب على أهله طلق زوجته، وربما بت طلاقها، ثم ذهب إلى أعتاب العلماء يسألهم، فيسأل عالما بعد عالم، فإذا أفتي بما لا يهواه ذهب إلى عالم آخر، وهكذا يتتبع رخص العلماء بما جناه هو على نفسه. والذي ينبغي للعاقل أن يملك نفسه عند الغضب، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني ليس القوي بالإنسان الذي إذا صارعه الناس صرعهم وغلبهم في المصارعة، ولكن الشديد الذي يصرع نفسه فيملكها عند الغضب ولا يحدث شيئا يكرهه بعد ذلك. فالمسألة خطيرة جدا في هذا الأمر الذي يتسرع فيه هؤلاء الغاضبون، فيطلقون نساءهم وربما يبتون طلاقها، فعليهم أن يملكوا أنفسهم وأن يكونوا أشداء أقوياء حتى تطمئن نفوسهم. والإنسان إذا مرن نفسه على ملكها عن الغضب وعلى قوته عليها، فإنه سوف يكون ذلك طبيعة له ولا يغضب، وإذا غضب لم ينفذ مقتضى غضبه. فاتقوا الله عباد الله، وتحلوا بالأخلاق الفاضلة، واجتنبوا الأخلاق السيئة، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أمركم بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، فقال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا ناصح لخلقك فأبدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم.